السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي طلاب سنة تالتة اللي معانا في تمهيدي مادة الدراسات الاجتماعية لسنة رابعة ان شاء الله. الفيديو اللي فات يا حبايبي اتكلمنا عن خريطة دولة مصر وقلنا ايه اللي موجود في دولة مصر. شفنا مع بعض البحر المتوسط ولقيناه موجود في جهة الشمال. كمان شفنا مع بعض وتعرفنا على البحر الأحمر وشفناه موجود في جهة الشرق لدولة مصر. اتكلمنا كمان عن الأماكن الصحراوية اللي موجودة في مصر. شفنا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، وفي كمان مكان صحراوي اسمه شبه جزيرة سيناء. كمان اتكلمنا عن الالوان اللي موجودة على الخريطة واللي بتعرفني مكان كل حاجة على الخريطة من غير ما اتعب، زي اللون الاصفر اللي بيدل على الاماكن الصحراوية، وكمان اللون الاخضر اللي بيدل على الاماكن المزروعة حوالين نهر النيل، كمان اللون الازرق وده بيدل على الاماكن اللي فيها مياه. النهاردة بقى يا حبايبي هنتكلم عن مصر برضو، لكن بالنسبة لخريطة العالم كله. احنا فين من العالم كله؟ لو بصيت قدامك كده هتشوف خريطة او الكرة الارضية يعتبر اللي انت عايش فيها كلها موجودة في الصورة اللي قدامك دي، وهي خريطة العالم. دي خريطة بقى العالم كله، مش خريطة مصر بس اللي خدناها الفيديو اللي فات. ده كده العالم كله اللي قدامي. لو انت بصيت على الخريطة دي او على العالم اللي قدامك ده هتلاقي موجود عليه ايه؟ هتلاقي موجود عليه حاجتين اساسيتين، اللي هم ايه بقى؟ اللي هم الاماكن اليابس اللي احنا بنقدر نقف عليها ونعيش عليها، اللي هي اسمها القارات. وهنلاقي الاماكن اللي حوالين القارات دي اللي هي المية اللي احنا طبعا ما نقدرش نعيش فيها. يبقى في اماكن احنا بنقدر نقف عليها ونعيش فيها اللي هي صلبة نقدر نقف عليها اسمها اليابس، ودي بنسميها القارات. الاماكن بقى اللي انا ما اقدرش اعيش فيها اللي هي المية، طبعا دي اسمها الايه؟ يا اما بحار يا اما محيطات، هنتكلم عنها بعد شوية. يبقى انا عندي جزئين او قسمين اساسيين في الكرة الارضية، يا اما يابس اقدر اعيش عليه يا اما مية بس ما اقدرش طبعا اعيش فيها. طيب نيجي بقى نبدأ باليابس اللي هي الاماكن اللي احنا بنعيش فيها، ودي بنسميها قارات. يعني ايه قارة يا مس؟ يعني مكان كبير جدا وجواه دول كتير، اللي هي منها الدولة اللي خدناها دولتنا دولة مصر. يبقى احنا دولتنا دولة مصر موجودة في قارة، القارة دي كبيرة جدا وفيها دول كتيرة جدا غير مصر، احنا من ضمن الدول اللي موجودين في القارة. يعني مثلا على سبيل المثال نبص للقارة اللي قدامنا دي، قارة آسيا، اللي هو الجزء ده كله كده اسمه قارة آسيا. يعني ايه قارة؟ يعني مكان اقدر اعيش عليه. طيب قارة آسيا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن دول كتيرة جدا جنب بعضها، علشان كده كل الدول اللي جنب بعضها دي في مكان واحد سميناها قارة آسيا. القارة اللي جنبها دي اسمها قارة أوروبا. قارة تانية يعني مكان تاني الناس بتعيش عليه وفي برضو دول كتير جوه القارة دي. كمان قارة افريقيا مكان كبير جدا من اليابس وفيه دول كتير جدا، اللي هو منها بقى دولتنا دولة مصر. يبقى دولة مصر موجودة في انهي قارة من القارات اللي قدامي؟ في قارة افريقيا. عندنا قارات تانية يا مس؟ عندنا قارات تانية، بس قبل ما ندخل في القارات التانية نقول الاول ان القارات التلاتة اللي قلناهم دلوقتي يا حبايبي اسمهم قارات العالم القديم، لان التلات قارات دول هم اللي ظهروا اول ما الارض اتخلقت، كانوا موجودين اول ما الارض اتخلقت، علشان كده سميناهم قارات العالم القديم، كانوا من زمان جدا. بعدين ظهر 4 قارات جداد ظهروا بقى بعد قارات العالم القديم، سميناهم قارات العالم الحديث. مين هي القارات اللي ظهرت بقى حديثا؟ اول قارة هنا عندي قارة امريكا الشمالية، القارة دي قارة امريكا الجنوبية، وعندي قارة جديدة هي اسمها استراليا، وعندي قارة تحت خالص في الجنوب اسمها القارة القطبية الجنوبية. كلام سهل بس احنا بس ايه نستوعبه كده ببساطة. يبقى احنا قلنا ايه دلوقتي؟ قلنا ان احنا على الارض عندنا يابس نقدر نعيش عليه ومية مش بنقدر نعيش فيها. اليابس ده يا مس عبارة عن ايه؟ عبارة عن قارات، اسمه قارات. طيب هي القارة الواحدة عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزء كبير جدا من اليابس
وجواه دول كتيرة جدا جدا. طب انا عندي كام قارة جواها دول؟ انا عندي 7 قارات. 3 منهم اتخلقوا في الاول خالص اسمهم قارات العالم القديم، واللي هو منهم مصر اللي هي قارة افريقيا، قارة اسيا عفوا، قارة اوروبا، وقارة افريقيا اللي هي فيها ايه؟ مصر. اما القارات الاربعه اللي ظهروا بعد كده وهي قاره امريكا الشماليه، قاره امريكا الجنوبيه، قاره استراليا، والقاره القطبيه الجنوبيه. طيب اتكلمنا عن القارات يا مس، نتكلم بقى عن الميه اللي موجوده حوالين القارات دي. والميه اللي موجوده حوالين القارات عباره عن محيطات. يعني ايه محيط؟ يعني مكان واسع وكبير جدا مليان ميه، اكبر من البحر. اكبر من ايه؟ من البحر. طب هو انا يا مس عندي محيط واحد ولا اكتر من محيط؟ لا، انا عندي محيطات 5. عندي المحيط الهادي، وعندي المحيط الهندي، وعندي المحيط الاطلنطي، وعندي المحيط المتجمد الشمالي، وعندي المحيط المتجمد الجنوبي. ما تخضش من الاسماء، انت مش عليك ان انت تحفظها، لكن انا بعرفك الاماكن بس اللي حاليا دلوقتي موجودة مكانها فين، بس ما تلخبطش نفسك ولا تقعد تحفظ ولا تقعد تضايق نفسك. انت مجرد ما الا هتعرف الاماكن اللي فيها مية موجودة فين، ومع التكرار وان انت تبص على المكان كتير هتلاقيك حفظته لوحده. يبقى انا عندي اول محيط المحيط الهادي. طب ما هنا فيها مثل المحيط الهادي تاني اهو، يبقى معنى كده ان هم محيطين هادي؟ لا، ده هو محيط واحد، لكن موجود منه جزء هنا وجزء هنا، والكلام ده يشرح لكم بالتفصيل لما ايه؟ لما تكبروا شوية. يبقى انا عندي محيط واحد هادي، لكن موجود جزء منه هنا وجزء منه في الجنب ده. كمان عندي المحيط التاني اسمه الهندي، ده ميه برضو. المحيط الاطلنطي هنا ميه برضو اسمه الاطلنطي. عندي محيط فوق خالص في الشمال اسمه المتجمد الشمالي علشان في الشمال، وعندي المتجمد الجنوبي علشان في الجنوب. طب ليه يا مس سميناه المتجمد؟ لانه فعلا متجمد، بيجي عليه اوقات كتيرة جدا ويتجمد. بسبب ايه؟ انه موجود في اقصى الشمال فوق خالص، واقصى الجنوب تحت خالص. واي مكان فوق خالص او تحت خالص ده بيكون ابرد مكان على سطح الارض، وبيوصل لدرجة التجمد ان هو بيتجمد، يبقى زي التلج. طيب كده خدنا ايه؟ كده خدنا 5 قارات، 7 قارات بنعيش عليهم، كمان 5 محيطات، ودول العبارة عن المية اللي موجودة حوالين القارات. كمان اخدنا ايه؟ قسمنا القارات لقارات العالم القديم، وكمان قارات العالم الحديث. كمان اتكلمنا عن ايه؟ عن مصر، وقلنا ان هي موجودة فين بقى من العالم كله اللي قدامي؟ موجودة في قارة افريقيا. موجودة في قارة افريقيا. طيب نقول بقى مصر موجودة فين في افريقيا؟ في اي اتجاه؟ فاكرين معايا بقى وردة البوصلة؟ وردة البوصلة اللي فاكر معايا كنا واخدين فيها اتجاهات، الشمال فوق، الجنوب تحت، وعندي في ايدك اليمين الشرق، وعندي على ايدك الشمال الغرب. كمان في اتجاهات فرعية، قلنا اللي ما بين الشمال والشرق اسمه شمال شرق، ما بين الجنوب والشرق اسمه جنوب شرق، ما بين الشمال والغرب اسمه شمال غرب، وما بين الشمال والجنوب والغرب اسمه جنوب غرب. طيب نيجي بقى نحط ايدينا كده على دولة مصر في قارة افريقيا، هنلاقيها موجودة في اي اتجاه من القارة؟ يعني هي هنا في النص في قارة افريقيا، ولا فوق ولا تحت؟ طبعا لو انت شفت كده هنلاقيها فوق، هي دي كده القارة. مصر موجودة فوق ولا تحت؟ فوق، يبقى بنقول عليها شمال. شمال قارة افريقيا. طب هي موجودة في اليمين ولا الشمال؟ في اليمين يا مس، واليمين اسمه ايه بقى؟ اسمه شرق، يبقى شمال شرق قارة افريقيا. يبقى تاني لو حبينا نحدد الاتجاه بالظبط، مصر موجودة فين بالظبط في القارة بتاعتنا اللي هي قارة افريقيا؟ مصر موجودة في فوق يعني شمال، على ايدك اليمين في القارة يبقى شرق، يبقى شمال شرق قارة افريقيا. وكده يكون حددنا الدولة بكل بساطة. طيب عندنا مين فوق من الشمال فوق مصر؟ عندنا البحر المتوسط، يبقى يحدها من الشمال، يحدها يعني فوقيها
فوقيها من الشمال البحر المتوسط، ويحدها من الشرق البحر الأحمر. يحدها قلنا يعني حواليها من بره البحر الأحمر من ناحية الشرق. يبقى دلوقتي قلنا قلنا معلومتين سهلين جدا، ان مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا. كمان عندنا فوق يحدها البحر المتوسط شمالا، كمان البحر الاحمر شرقا. عندي هنا اخر حاجة السهم اللي قدامك ده، ساعد بتشوف او احنا كاتبين هنا البحر الاحمر ليه يا مس؟ عشان في ناس ممكن تعلق بره ان احنا عارفين ان هنا البحر الاحمر. طب احنا كتبناه هنا ليه؟ لان طبعا المكان مش صغير، فمش هقدر اكتب لك البحر الاحمر هنا. بس ساعد تلاقي سهم مشاور لك على مكان انت ما الا ان انت بتبص على رأس السهم بيكون هو اسم المكان، يعني الجزء اللي حوالين رأس السهم مش السهم نفسه. يبقى انا كده هبص هنا عند رأس السهم واقول ان ده البحر الاحمر ايا كان انا كتبت الكلمة فين، بس هو بيشاور لي على المكان ده. وبس كده يبقى درسنا النهاردة سهل وجميل. اتكلمنا فيه عن 7 قارات وعرفناهم، وعن 5 محيطات وعرفنا اماكنهم. كمان قلنا مصر موجودة فين من قارة افريقيا، وعندها مين من الشمال وعندها مين من الشرق، وحددنا الاتجاهات الاصلية والفرعية على الخريطة. يا رب يكون درس النهاردة سهل وخفيف وتكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا فعلا شيروا الفيديو لزمايلكم علشان يستفيدوا زيكم، وما تنسونيش باللايك الجميل زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.